السلام عليكم. عمرك فكرت ايه اللي بيحصل لما بتدوس على زرار الباور في الكمبيوتر؟ تخيل معايا بتفتح الكمبيوتر كل يوم، تضغط على زرار الباور، فجأة الشاشة بتنور والويندوز يفتح. بس عمرك فكرت في مرة ايه اللي بيحصل جوه الجهاز في اللحظة دي؟ يلا بينا نعرف بطريقة بسيطة كده وخفيفة. طيب، أول ما بتضغط على زرار الباور بيحصل الآتي: الكمبيوتر بيصحى، زرار الباور بيبعت إشارة صغيرة للباور سبلاي اللي هو مزود الطاقة، يقول له يلا شغلني. الكهرباء تبدأ تخش في الجهاز، باور سبلاي بيبدأ يوزع الكهرباء على المكونات زي البروسيسور، المذر بورد، الرامات والهارد ديسك. تاني مرحلة بيعمل حاجة اسمها اختبار الصحة أو البوست، اللي هو باور اون سيلف تيست. المذر بورد بتراجع المكونات الأساسية، البروسيسور موجود تمام، الرامات شغالة تمام، كارت الشاشة سليم تمام. لو كل حاجة تمام الجهاز بيكمل، لو في مشكلة بتسمع صوت بيب، ده بيقولك في حاجة غلط. وفي حاجة اسمها البيب كود، ده بيبقى رسالة من الكمبيوتر ليك يعرفك ايه الغلط. بيبقى عدد زنات مختلفة أو عدد بيب مختلف، كل عدد معين بيبقى ليه معنى معين، بيبقى مشكلة في حاجة معينة، وده ممكن نبقى نتكلم عنه في فيديو تاني. المرحلة التانية إن هو بيبدأ يدور عن السوفت وير أو البوت لودر. بعد ما الجهاز يتأكد إن كل حاجة تمام، البروسيسور بيبدأ يدور على السوفت وير اللي هيشغل الجهاز، اللي هو الويندوز بتاعك. هنا بيجي دور البايس أو ال UEFI، البرنامج الصغير اللي موجود على المذر بورد. البايس بيدور على الاوبريتنج سيستم ال OS زي الويندوز أو اللينكس في الهارد أو ال SSD. بمجرد ما يلاقيه يديله أوامر: ابدأ شغل. طيب، المرحلة اللي بعدها تحميل نظام التشغيل أو البوتنج. لما الويندوز أو أي نظام تشغيل بيبدأ يحمل بيحصل الآتي: في حاجة اسمها الكيرنل أو النواة بتاعة النظام. النواة هي أول حاجة بتتحمل، وهي الجزء الأساسي اللي بيتحكم في كل حاجة في الكمبيوتر. تخيلها زي قائد الأوركسترا، هو اللي بينظم المكونات أو إن الحاجات تشتغل إزاي. المرحلة اللي بعدها بيبدأ يخش على التعريفات الدرايفرز. الكمبيوتر بيبدأ يجهز نفسه عشان يفهم ويتكلم مع الأجهزة المتوصلة له زي الماوس، الكيبورد، كارت الصوت، كارت الشاشة، واجهة المستخدم أو اليوزر انترفيس. هنا يبدأ الويندوز يظهر قدامك وكل البرامج والتطبيقات تبدأ تشتغل. طيب، ليه كل ده بيحصل في ثواني؟ الكمبيوتر بيشتغل بسرعة خرافية عشان كل خطوة مترتبة على اللي قبلها، وكل حاجة معمولة بأقصى كفاءة. البروسيسور بيعمل مليارات العمليات في الثانية، عشان كده كل ده بيحصل قبل ما حتى تفكر في اللي بيحصل. طيب، في مشاكل ممكن تحصل: الجهاز مش بيشتغل أصلا، ده غالبا مشكلة في الباور سبلاي أو مزود الطاقة أو في الزرار نفسه. طيب، في صوت بيب مستمر زي ما قلنا، في حاجة اسمها البيب كود. ممكن تكون الرامات مش متركبة كويس أو البروسيسور فيه مشكلة، بيطلع لك شاشة سودا، ده معناه إن البايس مش لاقي الهارد أو الأوبريتنج سيستم، نظام التشغيل زي الويندوز. انت بقى ممكن تعمل ايه بشكل دوري: تنظف الجهاز من جوه، تأكد من الأسلاك، تحدث البايس بتاعك. الخلاصة: لما بتضغط على زرار باور بيحصل فيلم كامل جوه الكمبيوتر، توزيع كهرباء، اختبار مكونات الكمبيوتر لحد ما نظام التشغيل يشتغل. كل ده بيحصل في ثواني، بس وراه شغل رهيب ومليون حاجة الكمبيوتر بيعملها. بس كده، سلام.